لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكارم في شبكة سلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا، الذي يناقش فيه العديد من القضايا الهامة والخاصة بالشعب الإريتري المسلم. اليوم في هذه الحلقة سنناقش موضوعا مهما جدا حول ما يتعلق بالمؤسسات الخيرية، وخاصة جمعية أمل الخيرية المؤسسة في بلاد تركيا حفظها الله ورعاها. ضيفي هذه الحلقة سيكون بمشيئة الله تعالى الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي المعروف، والأستاذ عبد القادر أحمد بيك، رئيس جمعية أمل الخيرية، وتأخر علينا قليلا ولعل المانع خير إن شاء الله يلحق بنا. كما أني أرحب بفضيلة الشيخ توفيق بن سعيد السايغ عبر الهاتف، وكذلك بالأستاذة جواهر تكون معنا إن شاء الله متصلة عبر الهاتف أيضا. مشاهدي الأكارم، أكرر ترحيبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحلقة حلقة مباركة. تعلمون ولا يخفى عليكم أن ديننا الحنيف حث على التسابق في البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى والتسابق في الخير، ولا سيما في إعانة وإغاثة الملهوف والمحتاج، ووردت في ذلك نصوص كثيرة. فنستمع إن شاء الله من مشايخنا حول هذا، ونفتتح هذه الحلقة بذكر بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فليتفضل الدكتور حسن. مرحبا بكم دكتور حسن. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا. شيخنا الكريم، الشريعة الإسلامية حثت على النفقة، وحثت على التسابق في الصدقة، ورتب الله سبحانه وتعالى على ذلك الأجور العظيمة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وطبق النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه أيضا أنه كان متسابقا في النفقة هو وأصحابه. نريد أن تتحفنا ببعض النصوص الشرعية حول هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصول الدين بشكل عام فيما يتعلق بالأعمال الخيرة يمكن أن نقسمها بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أصلين عظيمين. الأصل الأول هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو الصلاة سبحان الله. الأصل الثاني وهو ما يتعلق بالخلق، الزكاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الصلاة يندرج فيها كل تفاصيل ما يتعلق بحقوق الله. هي عبر عنها بالصلاة باعتبار أنها متعلقة بحقوق الله. والزكاة يندرج فيها كل ما يتعلق بحقوق العباد. هذين الأصلين العظيمين دائما ما يتكرر في القرآن الكريم: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. لكن نلاحظ القرآن يستخدم أيضا معنى الإنفاق، وهو معنى أوسع من معنى الزكاة. يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في أوائل سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. نعم. وهنا أيضا ابن تيمية على رحمة الله يشير إلى أن مما رزقناهم ينفقون أوسع من معنى الإنفاق المالي. فقد يؤتيك الله جاها، وقد يؤتيك مالا، وقد يؤتيك علما، وقد يؤتيك صحة، وقد يؤتيك حركة، يعني كل ذلك نفقة عامة. نعم. وبالتالي هنا نلاحظ أن معنى الإنفاق في الشريعة الإسلامية هو معنى واسع يدخل فيه كل ما هو مادي ومعنوي. قد لا يستطيع الإنسان أحيانا حتى أن ينفق شيئا ماديا فينفق البسمة. تبسمك
في وجه أخيك صدقة. يا سلام. بل سبحان الله وجدنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحد الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بما يدخل الإنسان الجنة؟ فيشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الزكاة، والصحابي يقول إن لم يجد ذلك إلى أن وصل آخر شيء قال له يعني يعينه، قال إن لم يجد ذلك قال يكف شره عن الناس. فأقل يعني هذا انظر إلى هذا المستوى العظيم إنه يصل بك مستوى الخير أن تكف الشر، خلاص ما قادر تبذل. وهذا نوع من ما يمكن أن نسميه الخير السلبي، يعني أنت ما عندك شيء تنفقه ولكن أن تكف الشر عن الناس وتكف أذاك عن الناس وتكف أيضا طغيانك عن الناس، هذا من أعظم أنواع الخير. كذلك القرآن الكريم وصف هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وصف الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك يقول ولتكن منكم على سبيل الحث، والترغيب على سبيل الحث، ولتكن منكم أمة يؤمنون، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى على سبيل الإخبار في هذه الأمة هي خير أمة، وعلى سبيل الأمر ولتكن منكم أيضا أمة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتأمر بالمعروف وتدعو إلى الخير. أيضا أمر الله سبحانه وتعالى في مجال الخير بالمسارعة، ووصف الله سبحانه وتعالى الأخيار من عباده بأنهم يسارعون في الخيرات. سارعوا في الخيرات، سابقوا فيها، تنافسوا فيها. أيضا الله سبحانه وتعالى يذكر عن زكريا وزوجه أن الله سبحانه وتعالى رزقهما بيحيى عليه السلام في مرحلة متأخرة ووهبهم يحيى، وكان التعليل في ذلك بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يسارعون في الخيرات. فالشاهد أن أعمال الخير التعريف العام لها هو أن يبذل الإنسان ما يمكن أن يبذله من جانب مادي أو معنوي، ليس على سبيل التعويض المادي الدنيوي ولكن على سبيل الاحتساب. يعني هذه مسألة مهمة جدا، على سبيل الاحتساب أن الإنسان يبذل ما استطاع من خير، من طاقة، من جهد، من علم، من غير ذلك، يبذله على سبيل الاحتساب والتطوع، وألا يرجو أمرا دنيويا. فغالبا مفهوم الخير هذه يعني. طيب إذا أنا تصدقت ماذا علي من الأجر؟ بلا شك أن الذي يتصدق هو واحد من أمرين: إما أنه يكون أدى واجبا من الواجبات فله أجر الواجبات كأن يزكي مثلا زكاة ماله، أو أنه يتصدق صدقة واجبة من صدقات الواجب فله أجر الواجب فيها، وإما أنه يكون متصدق صدقة نافلة. وسبحان الله قضية النوافل طبعا واسعة جدا، يعني هذه من القضايا اللي ممكن أيضا نشير إليها، وهو خصائص العمل الخيري في الإسلام. خصائص العمل الخيري في الإسلام واحدة من مزاياه الشمول والتنوع. تلاحظ أن من خصائصه الشمول والتنوع والإخلاص، يعني لا بد أن تتوفر هذه الخصائص فيه حتى فعلا يكون عملا خيريا. فما يتعلق مثلا الآن بقضية الصدقات، قد تكون هذه الصدقات صدقات متعلقة بأبنائك وأولادك وأنت تؤجر عليه، قد تكون صدقات على والديك فتدخل في برهما والإحسان إليهما. يعني النفقات هنا تعتبر كأنها صدقات. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك. نعم. يعني حتى يعني يأتي أحدنا إلى ويكون له فيها. نعم. فحتى يعني هذه المسألة من الأشياء اللي فعلا ممكن تدخل في هذا الجانب. لكن دعنا نتكلم في الجانب التطوعي. هذه قضية الواجبات يمكن كثير من الناس يعني يؤدونها، قضية إنه والله يؤتي زكاة أمواله أو أن يقوم مثلا بالأعمال الواجبة عليه، لكن أحيانا يضعف الإنسان في الأعمال النافلة، خاصة فيما يتعلق بمجالات الخير الواسعة. يكون الإنسان له جاه ولا يبذله، يكون له مال ولا يبذله، يكون له علم ولا يبذله ولا يتصدق به، ينظر إلى الناس بحاجة في النكبات بالذات مثل الأمراض التي نحن فيها الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى يرفعها، مثل حالات النزوح واللجوء التي تحصل بالأمم. كل هذه تحتاج فعلا من الناس أن يكون هنالك من يسابق في مجال الخير على سبيل التطوع وعلى سبيل النفل. وبلا شك هذا من الأشياء العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. سنتوقف
بهذا الحديث العظيم المبارك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. مشاهدي الأكارم، سنشاهد الآن تقريرا مفصلا عن جمعية أمل التي سنتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل، فإلى ذلك التقرير ثم نواصل الحديث معكم متواصلين إن شاء الله مع الشيخ توفيق. قد تم بحمد الله وتوفيقه تدشين جمعية أمل في 2 مارس في عام 2020 في مدينة إسطنبول، والذي ما كان ليتم لولا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد حضر الحفل ثلة من الأكارم فزادوه تشريفا وعطاء، وذلك لعلمهم بمقاصد هذه الجمعية والتي تعنى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقا مما نصت عليه الشريعة الإسلامية وما جاءت به مكارم الأخلاق، والتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها، إذ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولأننا خير أمة أخرجت للناس كان لزاما علينا أن نقف معهم كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. وقد تم تدشين هذه الجمعية بحفل مختصر في مقهى دانتي، واستفتح الحفل بآيات مباركات من القرآن الكريم. ثم تقدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إدريس عبد ربه بكلمات تحدث فيها عن رؤية الجمعية وفصل في طريقة عملها. من فضل الله علينا أن وفقنا سبحانه لافتتاح جمعية أمل الخيرية لمساعدة المعاقين والمحتاجين في هذا البلد المختار. الأخوة الكرام، هذه الجمعية تهدف إلى مساعدة ومتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم بهدف رعايتهم ومتابعة احتياجاتهم طلبا للأجر والثواب من الله تعالى. ثم تلا ذلك كلمة نائب الرئيس الأستاذ عبد القادر بيك، والذي ألقاها نيابة عنه الأستاذ آدم أدير، حيث عقب على ما قاله رئيس مجلس الإدارة وأضاف عليها كلمة باللغة التركية ترحيبا بالضيوف الأتراك والثناء عليهم. ثم تلا ذلك كلمة الأستاذ جمال منصور، حيث أكد فيها على أهمية دور الجمعيات في المجتمع الإريتري. وكان مسك الختام في كلمة ألقاها الشيخ برهان سعيد، وتحدث فيها عن أهمية هذه الجمعية والجهود المبذولة فيها، سائلين المولى عز وجل أن يبارك فيها وأن يطرح فيها الخير. ومن هنا كانت جمعية أمل. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم مشاهدي الأكارم، والآن مداخلتنا إن شاء الله مع فضيلة الشيخ توفيق بن سعيد الصائغ. شيخنا الكريم حياكم الله. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، أنتم جزاكم الله خير، لكم تجربة في العمل الخيري وقدم السبق في ذلك. نريد منكم أمرين: الأمر الأول حث الشعب الإريتري على التعاون على البر والتقوى، والأمر الثاني تجربتكم في هذا المجال وحاجة الإريتريين إلى ذلك، وكذلك يعني أيضا العروج ببعض النصوص الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. الله يعطيكم العافية. الدكتور حسن لم يترك شيئا إلا وعرج عليه. الحقيقة المسلم مطلوب منه أن يكون خيريا في نفسه، خيريا فيما يصدر عنه، لأن وجوده أصلا عنوان ومعنى للخير. الآيات والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى، ويكفي أن يعرف الناس أن مما أدرك الناس عليه من أخلاق النبوة الأولى هو فعل الخيرات، والله تعالى يقول: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وحث المولى سبحانه وتعالى على المساهمة بحظ وافر في هذه الخيرات، فقال: فاستبقوا الخيرات. الشريعة بمجملها تربي الإنسان أن يكون ذا خيرية، يمارس الخيرية بشكل دائم، فلا يزال يفعل الخير ويعتاده حتى يكتب عند الله خيرا ويكون عند الناس خيرا، فتكون الخيرية صفة لصيقة بالمسلم. النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال يقول: على كل سلامة من الناس صدقة، يعني على كل مسلم في كل يوم صدقة. ثم بين عليه الصلاة والسلام
أوجه ممارسة هذه الصدقة منها أن تحمل الرجل على دابته فتعينه عليها، تصنع لأخرق، تدل الرجل. كل هذه من جوانب الخيرية التي لا يمكن أن تحصر في لون واحد أو في صفة واحدة. الخيرية هي في نفع الناس، في البذل لهم، في كف الأذى، في بذل الندى، في أدنى درجات الخيرية مثل ما تفضل الدكتور، في أن يكف الإنسان شره عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد هذا البيان القرآني أخذ صلوات الله وسلامه عليه يفصل ويزيد، فقال لخال جابر مثلا ذات مرة حين حدثه عن الرقية قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهي دعوة للنفس ودعوة لكل من يستمع ولكل من يصله هذا الخطاب أن يساهم في تعزيز الخيرية. مساحة الخيرية الموجودة في نفس كل إنسان، والمؤمن لا يخلو من الخير، مطالب بأن يزيد هذه المساحة بالبذل والممارسة والمساهمة حتى يكون يعني عنوان الخير في مجتمعه، دون أن يفرق في هذا الخير المبذول بين إنسان وآخر. فالمسلم خيري بطبعه، سواء مع من اتفق معه أو مع من اختلف معه، بل يكون جهاده لنفسه وإثباته لذاته قبل الآخرين في مدى تعمق الخيرية في نفسه، أنه قد يبذل هذا الخير لمن يخالفه ربما أسرع وأكثر مما يبذله لمن يوافقه. أما التجارب الشخصية يا شيخ برهان، يكفي أن يقال للناس بعيدا عن شخصنة المواقف أو الحديث عن الذات، يكفي أن يقال للناس: لكم في ممارسة بعض الذين يخالفوننا في الاعتقاد لجوانب الخير أسوة حسنة. هؤلاء ليس عندهم نصوص كالتي عندنا، وإن كان الكتب السماوية قطعا فيها الدعوة والحث على الخير، لكن ليس في كتاب من هذه الكتب الرصيد الكبير الذي جعل للمسلمين. فتجد المتمسك بدينه وغير المتمسك حريص على أن يكون هناك جانب من الخيرية في حياته. إذا معنى ذلك أن بذل الخير ونفع الناس يعود على الإنسان بالسعادة العاجلة قبل الرصيد الأخروي الذي أعده الله سبحانه وتعالى للباذلين والمنفقين من عباده. أسعد الناس وأكثرهم استقرارا وهنأة وتصالحا مع النفس أولئك الذين جعلوا للأيتام حظا وللفقراء نصيبا، فهم يسعون لتخفيف الآلام ولزرع البسمة حيث استطاعوا وكيفما استطاعوا. يا سلام، جزاك الله خير شيخ توفيق. أتقدم إليك أصالة عن نفسي ونيابة عن المشاهدين والمستمعين والحاضرين على هذه الكلمة الطيبة. نسأل الله تعالى أن ينفع بكم دوما وأبدا، ويتجدد اللقاء بكم إن شاء الله وقتا لاحقا. شكرا لكم الشيخ توفيق. مشاهدينا الأكارم باسمكم جميعا نرحب بالأستاذ عبد القادر أحمد بك الذي وصل الآن للتو في استوديو، وهو رئيس جمعية أمل الخيرية. أهلا وسهلا بالأستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. حياكم الله. استمعنا قبل مداخلة قبل مداخلة الشيخ توفيق الصاية حول تعريف مختصر عن جمعية أمل. نريد منكم نبذة تعريفية مختصرة ومتى تأسست هذه الجمعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الساحة في تركيا محتاجة جدا لمثل هذه الجمعيات حتى يكون بينها وبين المجتمع التركي تنسيق ومحاولة مساعدة الآخرين. المجتمع التركي في طبعه يحب التعاون ويحب أن يكون بينه وبين الآخرين أبواب صلة ومفتوحة بحكم ما تركوه من إرث مسبق في تاريخهم العثماني. فالجاليات التي تهافتت إلى تركيا فيما بعد بسبب الظروف التي مرت على الدول الإسلامية والعربية، من بينها جاليتنا الجالية الإريترية والأسر. فأصبح من الضروري أن تكون لدينا جمعية خيرية تلمم جراح هذه المجموعات التي أتت. فمنهم من هو يعني متمكن يساهم ويساعد، ومنهم من لا يستطيع ولديه بعض التعثرات وكذا. فكانت هذه الجمعية
أمل لهؤلاء. فجمعية الأمل أساسها هي جمعية هدفها إعانة المعاقين والمحتاجين بالذات في تركيا وخارج تركيا، ولكن في الفترة التي نحن فيها الآن هي جمعية اهتمامها ينصب في مساعدة الأسر الموجودة داخل تركيا. ولله الحمد الجمعية هذه تأسست في فترة قصيرة، ولكنها بفضل الله ومنه تجاوزت بعض أو خطت خطوات واسعة في هذا المجال، وأصبح لديها ما تكفله من أسر، ما قدمته من مساعدات. الجمعية عمرها بسيط، تأسست كان تأسيسها في شهر 7/21/2020 في هذه السنة. سبحان الله. وأخذت الرخص الرسمية وأصبحت جمعية رسمية معترف بها من المجتمع التركي، من النظام التركي. فهذا باب صلة في المجتمع التركي أن يكون لدينا فعلا جمعية رسمية نستطيع من خلالها طرق أبواب الأتراك، الجمعيات الموجودة هنا، التعاون، التعريف بالثقافة الإريترية، التعريف بإريتريا كمجتمع، لأنه الأتراك عادة يعرفوا إريتريا بحبشستان سابقا. نعم. ولديهم صلة جيدة جدا مع سيرة بلال عليه رضي الله عنه. نعم. ويحبوه كثيرا ويقدسوه، يعني من باب طيب الخدمة أستاذ عبد التي القادر حفظك الله، كم عدد الإريتريين تتوقع هنا النازحين أو المهاجرين؟ كم نزحوا سواء من المقتدرين أو غير المقتدرين، سواء المحتاجين، كم يكون بلغوا عددهم يعني تقريبا قد تستطيع أن تقول ربما لدينا ما يتجاوز 100 أسر، 100 أسرة. 100 أسرة يتجاوز هذا العدد، يعني قد يصل إلى 119 أسرة موجودين في تركيا ككل. نعم. والبعض قد يكونوا موجودين في مناطق التواصل معهم قد يكون نوعا ما فيه صعوبة، ولكن موجودين طبعا. والهجرة والنزوح أيضا مستمر، وما زالت الأسر تأتي وتقدم، والحمد لله. يعني مجال التواصل مع هذه الأسر عبر هذه الجمعية أصبح سهلا لعدة احتياجات، فيهم من يريد أن يساهم، فيهم من يريد أن يستفيد من الخدمات التي قد تقدم. يا سلام، يعني أنتم متواصلين مع هذه الأسر. نعم. لدينا لجان. نعم، لدينا لجان في كل المدن. من خلال هذه اللجان نتواصل مع هذه الأسر ونستقطب احتياجاتهم، ونحاول بقدر الإمكان أن نلبي طلباتهم عبر الإريتريين الموجودين في الداخل والخارج، والحمد لله. طيب، هل لكم شيخ عبد القادر تعاون مع المؤسسات التركية؟ هل بنيتم معها علاقة؟ كما سبق وذكرت لك أن الجمعية جديدة. طبعا شخصكم الكريم مقيم منذ أكثر من 20 سنة في تركيا. نعم. ولديكم ما شاء الله تبارك الله علاقات واسعة جدا. نعم. وأتوقع أن جمعية أمل يعني من فضل الله عليها أنكم أنتم انضممتم إليها، فأكيد أنها ستستفيد من هذه العلاقات إن شاء الله. لكن مدى وصولكم إلى باسم جمعية أمل إلى هذه العلاقات؟ طبعا الجمعيات الأهلية في تركيا كثيرة، وسابق تواصلنا معها ليس حديثا، يعني لدينا اتصال وتواصل معها، لأنه القضية الإريترية والشعب الإريتري يعني هو شعب يحتاج حقيقة إلى يد العون، يعني يحتاج لأنه يمر بظروف يعني ثقيلة على كاهله. ليس كل شعب يستطيع أن يتحمل مثل هذه الظروف، فليست هناك أبواب مفتحة له، بل هو ضحية سياسات مختلفة في المنطقة. فبالتالي وجودنا في تركيا منذ سنة 93 كانت أبوابنا كلها تفتح، كل ما نطرق أبواب كنا نطرقها من هذا الباب، من حيث أننا نبين للشعب التركي والجمعيات التركية أن لدينا مجتمع مظلوم يحتاج إلى التعاون. والحمد لله الأتراك شعب لديه النخوة وحب الخير، وجمعياتهم منظمة ومرتبة، وقد أشرفوا على
المجتمعات المهاجرة الموجودة في السودان، الموجودة في مناطق حدودية. وبحمد الله وفضله أصبح لدينا تواصل بين الجمعيات وبين الهدف الأساسي الذي تريد جمعية الأمل أن تخدم فيه. يعني أنت هنا بقيت أكثر من 20 سنة ولم تنسى قومك ولا بلدك. أبدا أبدا. جزاك الله خير. نحن منهم وهم طيب. وبهم. طيب دكتور حسن، الحقيقة سمعنا كلام يثلج الصدر من الأستاذ عبد القادر بارك الله فيه. 100 أسرة نزحت إلى تركيا ولا يزال النزوح مستمر أيضا، سواء كان من دول الخليج أو من مناطق أخرى. حقيقة جاء في ذهني الآن أثناء الحديث مع أستاذنا الكبير عبد القادر بارك الله فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بسبب دعائهم وإخلاصهم. ما هو تعليقكم على هذا الحديث وكيف نربط بينه وبين هذا؟ بارك الله فيك. الحديث ورد بصيغتين، الصيغة الواحدة صيغة الحصر والقصر كما يقال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم، والصيغة الثانية هل تنصرون، أيوة هل تنصرون إلا بكذا. فصيغة هل فيها التشويق، والصيغة الثانية فيها الإخبار والحصر، أن كل ما يقع للمسلمين من نصر تفضلي، لأن أنواع النصر أشكال، لكن هنالك النصر التفضلي الذي يمتن الله به على عباده ممن لا يستحقون نصر الاستحقاق. يعني أن النصر في الشريعة يقسم نصر استحقاق، وكان حقا علينا نصر، والنصر الثاني هو نصر التفضلي يمن الله سبحانه وتعالى به. فهذا النوع الثاني الذي يكون فيه نصر التفضل غالبه محصور في هذا الاتجاه، أن أمة الإسلام عامة تنصر بالضعفاء. وفيها طبعا لفتة مهمة جدا، وهو كثير ما يقع أحيانا في المجتمعات من نفس فيها نوع من الطغيان بالقوة، فيها نوع من الاستغناء عن الضعفاء، عدم الالتفات إليهم. الشريعة تحاول أن تنبه الناس إن والله قضايا النصر ليست بالأقوياء، ليست بقضية القوة، لا، إنما النصر بهؤلاء الضعفاء، حتى لا يلتفت الإنسان عنهم ويصرف عنهم النظر. تنبه الشريعة إلى أن هؤلاء الذين ترونهم من ضعفاء، من أيتام، من أرامل، من عجزة، من معاقين، هؤلاء تنصرون بهم وترزقون بهم. فهذه طبعا مسألة مهمة جدا. كيف يكون ذلك؟ قال: بإخلاصهم ودعائهم. تصور أنك تعطي شخص أو تعطي أسرة تكون محتاجة إلى أكل، محتاجة إلى شراب، محتاجة إلى لحظة من اللحظات اللي تخرجها ربما من ضرورة من الضرورات، وما أكثر الضرورات في هذه المجتمعات الآن، فترفع يدها إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو لك. لا شيء سبحان الله يعدل هذه المسألة. فإخلاص هؤلاء ودعاء هؤلاء هو الذي يجلب لنا الخير ويجلب لنا البركة. وهذا طبعا يجعل المسلمين الأقوياء الأسوياء، يجعلهم يشعرون دوما بأنهم ليسوا بشيء إذا لم يقفوا مع الضعفاء. طيب. وتقاس المجتمعات بشكل عام، تقاس المجتمعات في خيريتها وأخلاقها وسموها الإنساني بوقوفها مع هؤلاء. كلما استطعت أن تقف مع الضعفاء، المجتمع فيه دلالة على الرقي ودلالة على اليقظة ودلالة على الحياة الروحية. كلما رأيت أن المجتمع لا يبالي بالضعفاء ولا يهتم بهم ويستصغر من شأنهم، كلما والعياذ بالله كان هذا المجتمع مجتمع ناقص في بعد الإنساني والأخلاق. طيب دكتور حسن، نصوص الكتاب والسنة وردت في الحث على النفقة، كقوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن أيضا قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. كيف يجاهد الإنسان نفسه حتى يصل في مرحلة أنه ينفق ماله ويتسابق إلى ذلك؟ لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على النفقة، جاء أبو بكر بماله كله وجاء عمر بنصف ماله. درجات عالية جدا أن تأتي من حساباتك المخزنة، سواء كانت 100,000 200,000 مليون أكثر أقل، تأتي بنصف مالك أو تأتي بمالك كله. كيف يصل الإنسان لمرحلة أنه، وفي حين أن الله عز وجل يقول: ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ما تعليقكم حول هذا المفهوم دكتور حسن؟ كيف أكون أنا منفقا وأجاهد نفسي؟ لأن كثير من القيسين بصراحة أصحاب مال أو على الأقل متوسطي الدخل، هناك فقراء أيضا، لكن كيف إنسان فعلا أن يجعل من راتبه هذا لأخ له محتاج، جزء من راتبه لأخ له محتاج، كيف نصل في هذه المرحلة؟ هو على كل نول دعني أقول بأن هذا يتطلب مجاهدة، والنصوص كلها تضافرت حول قضية الجهاد بالمال، مقدم في أكثر من 10 أو 11 موطن في كتاب الله قدم على الأنفس، يمكن مرة واحدة قدمت النفس على المال، لكن في كل النصوص يقدم المال. وفي ذلك طبعا أمرين، أو في ذلك أمور مهمة. الأمر الأول أن الإنفاق من بخل بماله جدير أن يبخل بنفسه. فالكريم هكذا كانت تقول العرب: الكريم يكون شجاعا والبخيل يكون جبانا. فالذي يتربى على العطاء المالي يتربى على العطاء من نفسه، لكن من تراه بخيلا بنفسه لا تنظر إليه أنه سيجاهد في سبيل الله. فأول هذه قضية إيمانية عظيمة جدا يربي فيها الله سبحانه وتعالى المؤمنين. وغالبا يأتي الإنفاق يعني ممدوحا عندما يكون المال محبوبا والحاجة إليه ماسة، ومع ذلك تنفقه. ويطعمون الطعام على حبه، لاحظ على حبه. نعم. وفي أكثر من آية قضية على حبه هذه، يعني ينفقون على حبه، فأنت محتاج إليه ومحبوب بطبيعة الحال، المال محبوب، ومع ذلك الله يقول لك أعطي منه. فكلما أعطيت مما تحب رفعت في الدرجات. ولذلك النصوص الشرعية كلها سبحان الله تمتدح الإنسان وتبين له مسألة واحدة توصله إلى يقين أن ما تنفقه لا ينقص من مالك. كيف تصل إلى هذه المرتبة؟ أنفق ينفق عليك، أعطي كذا نعطيك. يعني الصدقة نعم هل تكون سببا في نقص المال أم في زيادته؟ لا بالعكس، الصدقة تكون في كل النصوص تشير إلى أن ما نقص مال من صدقة وما نقص الصدقة من مال، فأنت لا تنقص، بالعكس فيه زيادة. هذه الزيادة سواء كانت زيادة مادية حقيقية ملموسة أو زيادة بالبركة. يا سلام. أي يعني أحيانا أنت قد يكون معك مليون، لكن هذه المليون ليست فيها بركة. صحيح. لا تشعر بأنك والله مستفيد منها الفائدة المطلوبة. لكن الذي ينفق سبحان الله يشعر البركة في نفسه وفي أسرته وفي أولاده وفي من يعول وفي ماله. فالمسألة مسألة الإنفاق سبحان الله، أعرف بعض الناس يقول تحولت عندي مسألة الإنفاق إلى شهوة. يعني هذه لفظة يقول يعني أن تصل إلى مستوى أنك تجد المتعة في أن تنفق. فيقول لي إذا كان الإنسان والله يحتاج إلى وعظ وإرشاد وأنفق وكذا، يقول لي أنا أشعر بأنه هذا مشكلته كبيرة. فلا بد إن شاء الله الحديث معكم شيخ حسن شيق، سنعود إليكم إن شاء الله في هذا المجال. مشاهدينا كان معنا اتصال الأستاذة الأخت الفاضلة جواهر أم عمر. الجاهز من ويا كنترول. طيب نواصل حديثنا مع الشيخ عبد القادر. حضروا طيب حضروا لنا أستاذة جواهر. لدي تعليق على هذه النقطة أيضا. طيب تفضل. إضافة بسيطة وإن كانت يعني نعم ما ذكره شيخنا ودكتورنا كافي ووافي. المجتمعات التي ينفق فيها من الأغنياء إلى الفقراء، أول المستفيد هم الأغنياء. يا سلام. من باب الأمن والاستقرار. يا سلام. هذا الفقير إن لم ينفق عليه قد يسرق، صحيح، قد يقتل، صحيح، قد يؤذي، صحيح. ولكن إذا أنفق عليه فيصبح هذا المجتمع فيه استقرار. نعم. فأصبح الغني سيفقد جزء من ماله مقابل الأمن له وحرص ماله، فهذا يعني استقرار للمجتمعات. صحيح. وحيث أن في الآية عند وصف أهل النار أو الرجل إنه كانوا لا يطعم المسكين. نعم صحيح. يعني الإمساك وعدم الإنفاق. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القاعدين. صدقت، أحسنت. هذه كانت حيث أن الإنفاق في الدول الغربية على الوسائل اللي هي تعتبر إنفاق في الخير وكذا عالية لدرجة كبيرة.
في إحصائية لهارفارد في جامعة الإلهيات 68% في عام 2020 ارتفع الإنفاق، وهم على ضلال يعني الإنفاق على الدين في الغرب باعتبارات مختلفة يعني كثير جداً. هذا ربما صحيح. الشيخ الدكتور توفيق كان ذكره بحيث أنه الإنفاق في لمثل هذه الأنشطة عالي جدا، فنحن المسلمين أولى. مع أن نفقة الكافر لا تقبل، قال تعالى ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب أستاذ عبد القادر، حدثتنا عن جمعية أمل وأعطيتنا نبذة أسعدتنا بذلك. نود منك الآن أن تحدثنا، حقيقة رغبة كثير من المشاهدين أن يستمعوا إلى النظام الآلي، النظام المالي خاصة، إذا مثلا كيف تستقبلون هذه الأموال وكيف تصرفونها في أوجهها الصحيحة، وهل هناك رقابة مالية من قبل الجهات المختصة هنا في تركيا لكم؟ ما هو القانون الذي أنتم تتبعونه بعدما حصلتم على التصريح الرسمي، مع الشكر والتقدير للحكومة التركية؟ ولا شك أن النظام المالي والقانوني في تركيا من حيث الصرف، إدخال المال، حركة المال، هي مشددة وليست بسيطة. الأوقاف والجمعيات لها إعفاء من ضرائب الأرباح، باعتبار أن المال اللي يدخل في حساب الجمعية هذا المال يعتبر مراقب من يوم دخوله. جميل. هذا المال فيه رقابة كبيرة، فحين يصرف منه شيء لابد أن يثبت من الجمعية كيف صرف وما يثبت صرفه. يا سلام. وهناك محاسب، يعني إدارة محاسبية تابعة لإدارة الضرائب في الدولة، هي من تطلب كشف حساب للجمعية، للأموال التي تدخل في الجمعية كل 3 أشهر لابد أن يرسل لها كشف حساب. يا سلام. حيث إن صرف أي مبلغ من هذا المبالغ اللي دخلت في حساب الجمعية لابد أن يثبت أين أنفق، بما بإثبات من الجمعية وإقرار منها كيف صرفته. تمام. فبالتالي هذه الرقابة موجودة، غير الرقابة الذاتية الموجودة في الجمعية نفسها، بحيث أنه لا يصرف شيء من في الأموال التي تصرف للإعانات وللإغاثات أصلا نحن لا نطلب للجمعية أموال خاصة، كل ما يطلب للجمعية هو يطلب مقابل مشاريع. لدينا مشاريع معينة نعلن عنها، مثل احتياج أخ لنا إريتري في هذه الدولة أصيب بفشل كلوي أو فشل في الرئتين. فهذه مادة أمامنا، ولدينا فواتير ولدينا أمور تحتاج إلى تغطية من الجمعية، فنحن نطلب مقابل هذا المبلغ الموجود، ولدينا ما يثبت من المستشفيات ومن الجهات المختصة أن هذا المبلغ هو المبلغ المطلوب. فبالتالي بهذا نحن نستطيع أن نقول أن لدينا شفافية واضحة في هذا المجال. لن يدخل مال إلا من أجل إنفاق معين. ما شاء الله ما شاء الله. يعني نطمئن المشاهدين والمستمعين أن أموالهم في أيدي أمينة وتحت رقابة الدولة، ولا تصرف إلا في أوجه الخير، وهناك أيضا إثباتات مستندية ثابتة. وأيضا هل توثقون هذه الأعمال، التوثيق الإعلامي أستاذ عبد القادر؟ يعني نحب مثلا أولا أن تعرج لنا على الأعمال التي تقومون بها. هل أنتم مثلا نشاطكم فقط مختص في جانب المعاقين كما هو مكتوب في شعاركم، أو أنتم أيضا تساعدون المحتاجين والفقراء والأيتام وغيرها؟ يا ريتك تعرج في هذا، الله يعطيك العافية. ولا شك أن الجمعية كما هو في شعارها، الجمعية تخدم الأعمال الخيرية وتساهم في التخفيف من حدة المحتاجين في البلد،
والمعاقين هو الهدف الأساسي التي من أجله يعني أسست هذه الجمعية. الهدف الأساسي هو مساعدة المعاقين داخل تركيا وخارج تركيا. طيب أحسنتم. مستمعي ومشاهدي الأكارم، باسمكم نرحب بوالدنا وحبيبنا وأستاذنا الأستاذ أبي كمال عبد الرب إدريس رئيس جمعية أمل. حياكم الله والدنا العزيز. نريد يعني كلمة توجيهية للشعب الإريتري. الحقيقة الأستاذ عبد القادر جزاه الله خيرا رئيس نائبكم الكريم ما قصر، يعني حقيقة أعطانا معلومات كبيرة، لكن نريد أن نستمع منكم أيضا وتحثون شعبنا الإريتري حول ذلك. كلمتكم المباركة في دقيقتين. أبو كمال وصل. طيب نستمر الحديث الشيق مع الدكتور حسن. دكتور حسن، استمعنا إلى حقيقة ما تبذله جمعية أمل الخيرية في هذه النفقة. برأيكم ما هي أفضل الأوجه في الصرف المال؟ لو أنا مقتدر أصرفه في الأيتام أم أصرفه في المعاق أم أصرفه برأيكم الشرعي؟ أين تكون الأفضلية والأكملية؟ طبعا نحن لا ننسى أيضا أن لدينا حقيقة محتاجين في داخل إريتريا وفي مناطق المهاجرين، سواء كانت في السودان واليمن وجيبوتي وأثيوبيا، وكذلك أيضا في دول الخليج هناك محتاجين جدا حقيقة بشتى أنواع الاحتياجات. رأيكم الكريم حول هذا، أين يصرف المال؟ والله من ناحية شرعية طبعا النصوص عديدة التي تمتدح أنواع من أعمال الخير، وهذه واحدة من الخصائص أيضا، أن خاصية الشمول على مستوى الأفراد، فهي ليست خاصة بالأقرباء فقط ولكن فيها الأباعد وفيها حتى غير المسلمين، فهذا الشمول. ولكن أيضا عندنا خاصية التنويع، فلا تحصر مثلا النفقات والأعمال الخيرية فقط في مجالات محددة وتبعد. فإذا نظرنا إلى الزكاة مثلا تجد فيها 8 أصناف، لكن غير الزكاة أوسع من ذلك، فهنالك مجالات لا تدخل في صرف الزكاة ولكنها تدخل في إطار الإنفاق العام. وهنالك امتداح في النصوص الشرعية لمجالات بعينها، مثلا الأيتام واحد من المجالات التي حثت الشريعة على الاهتمام باليتيم، وأن أنا وكافل اليتيم كهاتين، فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم أيضا. لكن دعني أقول هنا يحكمنا في موضوع الأولويات في العمل الخيري الجانب الشرعي من جانب، من حيث أنه والله الأولوية، لكن في إطار الجانب الشرعي ستكون أمامك في اللحظة الراهنة ما الذي يحكمك فيه، يعني ما الحوجة تحديدا، يعني في من هو محتاج لضروري وهنالك من هو محتاج لشيء من الكماليات، فأنت ستسعى إلى الجانب الضروري في الإنسان. لكن هنالك جانب آخر يحكم مثل هذه الجمعيات وهي لوائحها ونظمها. فإذا كانت الجمعية والله مثلا معلنة أمام الدولة وأمام الرأي العام الذي تجمع منه أموال مختصة بمجالات معينة، فهنا بطبيعة الحال ستكون ملزمة، أولوياتها ستكون إيه؟ ستكون أولويات الإدارية التي أعلنتها للناس، لأنها ستتعامل مع المال كمال مشروط من ناحية شرعية، والمال المشروط يصرف حسب شنو؟ هي وكيل والأصيل هو صاحب المال. فمثلا إذا جاء شخص وتبرع لهم قال أريد مالي هذا في يتيم، شرعا يلزم صاحب الجمعية أن ينفق هذا المال في يتيم. هذا ما يسمونه بالمال المشروط. الأموال المشروطة. فالأموال المشروطة محكوم فيها أنت بالشروط، والأموال غير المشروطة محكوم فيها كذلك بالحاجات من حيث هي ضروريات وحاجيات وتحسينيات. يعني الشريعة سبحان الله رتبت لك الأمور وحاجات الناس كلها. لما تجي تقف مع المسكين أو الفقير أو غيره تجي والله تنظر إلى حاجات الناس. في من الناس من هو محتاج إلى شيء ضروري لا تستقيم حياته، بل ربما يموت إذا كان أنت ما قدمت له. طيب جميل. بعض الناس لا ينفق أو لا يقتنع بالإنفاق إلا على مثلا ما وردت فيه النصوص كالنفقة على اليتيم أو النفقة على المساجد. المساجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية ولو كمفحص قطاه.
وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته أنا وكافل يتيمي في الجنة كهاتين. نعم. لكن إذا قلت له أن أجر الدعاة إلى الله متعدي، كفالة الدعاة إلى الله والمعلمين أجرهم متعدي وهؤلاء أجرهم لازم، لا يقتنع. ما سبب ذلك دكتور حسن؟ والله هي طبعا جزء منها النمط التربوي والدعوي الذي يسود في ساحتنا العامة. يعني مثلا يوم من الأيام كانت عندما كان للإسلام نظامه السياسي وخلافته العامة، تلاحظ بأن الدولة كانت مغطية هذه المجالات كدولة وكنظام. كانت تهتم بقضايا البحوث العلمية وتهتم بالاكتشافات وتهتم بالدعاة وتهتم بالأئمة وكذا، فنما عند الناس أن هذه المسائل كلها قضايا تقوم بها الدولة. لاحظت؟ لكن في ظل الحالة الراهنة التي يكون فيها هنالك تخلف عام وضعف شامل، من الخطأ جدا أن نتصور بأنه والله الأشياء التي ذكرت فقط هي الأفضل من بقية الأشياء. الآن مثلا حياة الناس الدينية والشرعية قد تكون أكثر حاجة من حياتهم المادية. يعني الناحية المادية يمكن أن المؤسسات الكنسية قد تقدم فيها، لكن من الذي يستطيع أن يقدم لهم الحياة الشرعية؟ ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. من الذي يمكن أن يقدم الآن؟ يعني هل تصور الآن أمة الإسلام بكل أموالها، تصور ليس فيها مركزا بحثيا واحدا نستطيع مثلا أن نقدم للكورونا كما يقدم العالم؟ يعني لاحظ ليش أموالنا ما تذهب إلى هذا الاتجاه؟ كما تفضلت هذه النظرة. مثلا لو تصور مسلم أني والله إذا عملت مركز من المراكز الصحية الطبية لأساهم في نهضة الأمة من الناحية الصحية حتى لا تكون أسيرة لغيرها، تصور حجم هذا الأجر الذي سيناله مثل هذا الشخص بأنه والله يكتشف مثلا دواء من الأدوية تساهم في نهضة الأمة وتعالج ملايين بل مليارات من البشر، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. نحن لا نلتفت إلى هذا الجانب. طيب هذه على كل من القضايا للأسف الشديد نحتاج فيها في الخطاب الدعوي إلى إبراز هذا النوع، ما هو شرعا ما يسمى بالأجر المتعدي وما هو الذي يسمى أجرا لازما. الله يجزيك خير. أستاذ أبو كمال معنا، والدنا العزيز أبو كمال. أيوه. ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو كمال، يا مرحبا. دقيقتين معك، تفضل. شكرا، جزاك الله بالخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك هذا الجمع. بداية تقدم الشكر الجزيل دعوتي للحضور هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله أن يحقق مساعيه. ومن ثم أود أؤكد على التركيز على تحقيق أهداف جمعية أمل الخيرية، والتي هي أهدافنا معا نزرع الأمل، ولا بد أن أذكرها هنا. تقديم كافة الخدمات الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة، السعي البناء لرفع القدرات الشخصية للمستهدفين، إيجاد المؤسسات الدفعية لاستمرارية المشروع، تكوين قاعدة بيانات وتنويع مصادر الدخل وابتكار الوسائل، تعزيز الشراكات مع الجهات المماثلة. ومن ثم أود أن أؤكد على التركيز على تحقيق أهداف جمعية الأمل الخيرية الذي بفضل الله تم تحقيق جزء منها، وعليها أدعو جميعا لمناقشة كيفية تحقيق الأهداف المتبقية بموضوعية وشمولية. ختاما أطلب من الله أن يتوج جهودكم بغض الثمار المرجوة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أبو كمال. ولا شكراً. يفوتني شبكة السلام بتفعيلها لجمعية الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو كمال جزاك الله خيرا.
شكرا لك دكتور أستاذ عبد القادر. في أثناء حديثكم ونختم به إن شاء الله ذكرتم أن أخا لنا إريتري مريض بالرئتين هنا في تركيا، وأنكم تسعون لعلاجه عبر المستشفيات المختصة. نريد نبذة عن هذا، كم جمعتم وكم باقي، وما هي يعني حقيقة تصوركم لهذه الحالة، ولماذا بالذات هذه الحالة يعني توجهتم إليها؟ ما السبب الذي جعلكم تهتمون بهذا الأخ؟ أولا جمعية الأمل تهتم بكل إريتري محتاج، يعني قضية ما هي قضية تخصيص. دقيقة كنترول، إذا عندكم صورة أو تعريف عن هذا الحالة يا ريت. هذه الحالة تبدو في الشاشة مشاهدي الأكارم عن حالة الأخ، وتدعوكم الجمعية للتعاون لعلاج هذا المريض. وقد سمعتم النصوص الشرعية، والآن نستمع تفاصيل عن هذه الحالة. تفضل أستاذ عبد القادر. هذه الحالة مثلها مثل حالات التي تمر على الجمعية، وتخصص الجمعية لمثل هذه الحالات أسباب وعوامل التي تستحق في هذه الحالة أن تدرس دراسة يعني جادة. هذه الحالة أخ إريتري مسلم، يعني ولو كانت الجمعية تهتم بكل محتاج. يا سلام. ثبت لدينا أن ليس لديه عائل أو معيل، وتم التواصل مع الجمعيات الأخرى، مع كما ذكرتم مع أطباء خيرين، تم التواصل مع جهات منفقة وسوهم في علاجه. يعني المسألة ليست وليدة اليوم، يعني المسألة لها فترة، والأخ في حاجة ماسة. فعندما وصل الأمر إلى هذه الحالة الأخيرة، جمعية الأمل حسب أهدافها، حسب وجود الحمد لله حسن الظن بإريتريين الموجودين في داخل تركيا وخارجها، أحبت أن تشارك الأجر، أن يشارك الإريتريين هذا الأجر. يا سلام. يعني القصة هي في النهاية يعود لهم كما ذكرت النصوص، كما ذكرت الآيات والأحاديث. هذا الأمر سيعود لهم، ليست يعني الإنفاق الحمد لله، والحمد لله وجدنا إنفاق من الإريتريين في داخل تركيا ومن خارج تركيا، وجزاهم الله خيرا. ما زلنا نحن في سدد حصر المبلغ المنفق حتى الآن، وبإذن الله عز وجل بكل شفافية سوف نعلن كم المبلغ الموجود لدينا الآن. تمام. وبإذن الله عز وجل سيساهم هذا في علاج أخونا، ويكون الأجر متعدي. طبعا الأموال ستنزل في حساب الجمعية، ومن حساب الجمعية إلى المستشفى مباشرة. أكيد لا تستطيع أن تتصرف في مبلغ، هذه طريقته. الطريقة ما يخرج من الحساب إلا بفاتورة المستشفى. ما تقدر تلمسه أنت أبدا. دخل الفاتورة ينصرف من الحساب إلى حساب المستشفى. جزاكم الله خير. إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدي الأكارم، ندعوكم للمساهمة في علاج هذا المريض المسلم المصاب بهذا المرض، والذي تكلفته باهظة جدا. فالله أن تروا من أنفسكم الخير في علاج هذا المريض، وكل مرضى الإريتريين وكل المسلمين نحثكم على ذلك. أسأل الله تعالى أن يبارك في أموالكم وأعماركم. باسمكم جميعا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل على ضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان الباحث القانوني الأفريقي، وكذلك الأستاذ عبد القادر أحمد بيك نائب رئيس جمعية أمل. كما لا يفوتني أيضا أن أشكر الشيخ توفيق بن سعيد السائغ على مداخلته الهاتفية، وكذلك والدنا العزيز أبي كمال. والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيعي وحيدا إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من
من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا